طبعا نتفليكس خربتها نفس ما ديزني سوت من قبل، وبلشت تروج للاشياء اللي ممنيح اللي هي الاشياء المثليه وكذا. طبعا ايش يمكن ما في كثير ناس بتعرف عن هذا الموضوع، بس حاليا بهاي الفتره منتشر رسوم او كرتون حاليا بقلب نتفليكس يعني اللي منزلته، وحاليا منتشر اولاد الصغار عم يتفرجوا عليه. طبعا حفرجيكم هلا ايش اللي يعني ما بيحكوا بشكل غير مباشر، لا بيحكوا بشكل مباشر حرفيا عن الاشياء المثليه. طبعا هي طبعا ما اول مره شركه كبيره بتروج على هاي الاشياء. طبعا اللي بيحكي انه هاي الاشياء اوكي يعني بس نتفرج ونطنش قبل الموضوع، لا، الشغله لما تتكرر عليك اكثر من مره راح تاثر على مخك، صدقوني، مستحيل ما تاثر على المخ. فحاليا حفرجيكم الفيديو وانتم احكموا، هل شايفينه هذا الشيء طبيعي انه هيك الشركات الكبيره قاعده عم تروج على الاشياء؟ هل هذا الشيء طبيعي ولا لا؟ ولا يعني اكيد هن هدفهم من الاخير انه يحاولوا يقنعوا الاولاد الصغار انهم يشوفوا هذا الشيء طبيعي. طبعا حفرجيكم الفيديو ان شاء الله بس ما ناخذ عليه كوبي رايت، او يعني ناخذ انه تفرجنا على الفيديو ويحطوا نتفليكس كوبي رايت. بس المهم خلينا نشوف حاليا الفيديو على السريع. إنني ثنائية الميول، أحب الفتيات. أقولها بصوت عال لأول مرة. ثنائية الميول. أنا ثنائية الميول الجنسية. أحسنت يا نورما. أحسنتي. تهانينا لك، هذه أخبار مفرحة. أريد أن أعترف لك. أنا معجبة بك. لدي مشاعر نحوك منذ بعض الوقت. أريد أن أعلم إن كنت كذلك. يمكنك أن تجيبي كما تشائين. نورما، أنت أكثر الأشخاص غرابة وأروعهم، ومحظوظ من تربطه علاقة بك. لكن أنا سوية، أعني واثقة من ذلك. عدم تفكير المرء في الأمر يعني أنه كذلك؟ لا أعلم. انا عايش شو اللي ثنائيه الميول؟ بس بدي افهم، يعني شايفين كميه الترويج على هاي الاشياء؟ يعني ما اتوقع يعني حاليا صار في تقبل لهاي الاشياء مثل قبل. ممكن كان من قبل الناس تتقبل هذا الموضوع، بس ما اتوقع هلا الناس تتقبل. ممكن لانه في كتير ناس عم يكتبوا تعليقات قاطعوا نتفليكس وكذا، يعني حتى ايلون ماسك طلع وقال انه نتفليكس لازم تتقاطع اذا هيك حيضلوا مكفين بنفس الرتم، عشان هاي الاشياء حرفيا بامكانها تاثر على الصغار حرفيا، يعني اذا ضلوا يتفرجوا عن هاي الاشياء. طبعا في اللي منهم ما بيحكوا لكم اياها بشكل مباشر، وفي اللي لا بشكل مباشر نفس ما شايفين نفس هذا الفيديو، يعني بيجيبوا لك اياها بطريقه حلوه عشان ايش؟ يعني ما ياثروا يعني على اساس كثير على الاطفال. بس طبعا هاي الاشياء تاثر بشكل جدا كبير. طبعا خلينا نكفي على السريع الفيديو ونشوف هو ايش رايه بالموضوع. نورما، أنت أكثر الأشخاص غرابة وأروعهم، ومحظوظ من تربطه علاقة بك. لكن أنا سوية، أعني واثقة من ذلك. عدم تفكير المرء في الأمر يعني أنه كذلك؟ لا أعلم. انا عايز كل واحد منكم يشارك الفيديو ده عشان يوصل لكل اب وام. جماعه هو في ايه بجد؟ انا مش فاهم بجد في ايه. شايفين ولادنا بيتفرجوا على ايه؟ انتوا بتشجعوا الاطفال على ايه؟ بتعلموهم ايه؟ العلاقات لا، والغريب جايبين واحده محجبه بتقول ميولها للبنت التانية. شايفين السموم اللي بيبثوها في دماغ ولادنا؟ حرفيا عايزين يدمروا فكر الاطفال. علشان كده انت لازم تتابع ابنك وتشوفه بيتفرج على ايه. ما تسيبيش الموبايل مع ابنك عشان يحل عن دماغك وخلاص، لا، ده انت لازم تشوف الفيديو قبل ما ابنك يشوفه اصلا. يا جماعه شايفين خطتهم بدات للترويج للزوز منين؟ من عند الاطفال. علشان كده انا جاي اقول لك ولادك امانه هتتحاسب عليهم. شوف ابنك بيصاحب مين، شوف ابنك ماشي مع مين، شوف ابنك بيتفرج على ايه، وربنا يحفظ اولادنا جميعا يا رب. قولوا امين. طبعا الناس ما شفته، يعني بصراحه كلامه كله صح، انه الواحد لازم ينتبه على الاولاد ايش بيتفرجوا، خصوصا الاهل اللي ايش يعني بيعطوا التليفون للولد او للبنت عشان بس يعني يسكت حرفيا. طبعا ممكن هاي الاشياء انتوا تشوفوها ممكن انه ما حتأثر كتير على المخ، بس المخ انا بقول لكم اياها اذا تكرر عليه الشغله اكثر من مره مستحيل ما تنسخ براسه، يعني هيك حتصير منسوخه براسه حرفيا. طبعا ما فيني احكي اكثر من هيك عن هذا الموضوع، يعني بس بامكان اقول لكم انتبهوا على الاشياء اللي عم تتفرجوها وايش الاشياء اللي عم تنتشر، وما تخلي بس ابنك تعطيه بس التليفون بس عشان خلاص يسكت. شوف ايش عم يتفرج حرفيا. لا يا العباس، كرنج. طبعا اسمعوا، هذا الشخص ثواني، انا هذا الشخص راح استلمه يعني من هاي اللحظه، انا
يعني في 600 فيديو عامل لهم بس حفظ عشان خلاص هذا الشخص لازم استلمه ونبلش نجلد فيه. ايش الاستاذ قال انه خلاص حنتكلم عن الاكتئاب، الكل اطلع عليه، اوه انا الكول يعني حرفيا اسمعوا، بدي احكي لكم عن هذا الموضوع. اي شخص بيكون مكتئب انت يعني بنسبه 50% او 70% انت بتقرر لحالك الاكتئاب. بالنسبه لي في 3 انواع بالنسبه لي. اول نوع اللي هو انت خلاص بتفيق هيك من الصبح بتقرر انه خلاص انا حصير يعني مكتئب، ما في شيء اسمه، يعني حرفيا ما في شيء، هذا بس مخك اللي عم بقول لك يلا خلاص اليوم راح نكتئب، بسم الله. طبعا ثاني شيء اللي هو انك اكيد لما تجي تقعد تتفرج على الاشياء الحزينه وكذا راح تكتئب. ما في اي شخص يعني بكون عم بيتفرج على اشياء وما بيتاثر فيها. نفس الاشياء المثليه اللي من شوي، الشخص اذا تفرج على اشياء كثير راح يتاثر يعني بنسبه 100%. وثالث واحد يعني اللي بيكون ايش عنده ضغوطات وكذا، فالواحد لازم يغير جو. ما في شيء اسمك انه خلص عندك اكتئاب للابد، لا، مرحله وحتمر. كيف كانت كيف صارت كيف عمو ايش عم تساوي؟ حلفتك ايش عم تساوي؟ يعني كم عمره هذا؟ 70 60 سنه على وشك يموت حرفيا وعم بيساوي هاي الفيديوهات. انا بس بدي اعرف اللي سلمك التليفون ايش كان عم يفكر، او اللي اعطاك التليفون. طبعا اللي حابب يمنشني على اي فيديو، طبعا هاي الفيديوهات انا لاقيها وبعلق عليها هلا حاليا. اي شخص حابب يمنشني على اي فيديو انزل حاليا بالتعليقات او بالوصف، رح تلاقي الانستا والتيك توك تاعي، بامكانك تمنشني على اي فيديو هنيك. طبعا حاليا راح افرجيكم اخر فيديو اللي هو حرفيا، اسمعوا انا ما بدي اتنمر عليه لساته صغير بس يعني شوفوا. انا المشكله بهذا الفيديو بدي استنى التغيير، ما شفت غير التغيير انه صار اسوأ بالتصوير. حرفيا ما في تغيير بالجسم ابدا. بدك تغير جسمك لازم تتحرك، لازم تعمل شيء، ما لازم توقف لي على المراي وتصور. حلفتكم قولوا لي ايش التغيير بالتعليقات، كلامي غلط ولا لا؟ ما في تغيير، بس انك صرت اسوأ بالتصوير. طبعا خلاص انا بصراحه انهي الفيديو لهون. ما بعرف الفيديو لو وصل 8 دقائق، بس لو ما وصل رح ارجع لكم هيك على السريع بالنهايه. يعني نحاول نفعل الارباح بهاي القناه، فليك ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وحاليا في امان الله.